عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائم بنفسه الواحد العظيم في جلاله وقدسه، القادر العليم بأحوال جنه وإنسه. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله دار كرامته وأنسه، ومن أعرض وآثر الحياة الدنيا فيدخله دار النقمة وحبسه. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نحمده تعالى وهو الجواد الكريم، ونشكره عز وجل وهو المتفضل العظيم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويضل من يشاء وهو العليم الحكيم. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. وقال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المختار، مهبط الأسرار ومشرق الأنوار، والقائل صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقه بورك له فيها، ورب متخوذ فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار، وعلى التابعين لهم بإحسان في الآفاق والأمصار، صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام الأرض والسماء. وذلك جزاء من تزكى. عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه. عباد الله، كيف آثرتم الحياة الدنيا على ما عند الله؟ وكيف شغلتكم أموالكم وأهلوكم عن ذكر الله وعن الصلاة؟ ومهما عشت أيها الإنسان وحظيت به في هذه الحياة فإنك راحل، وما في يديك زائل، ولا يبقى إلا وجه الله، والدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ومن اشترى العاجل بالآجل ولم يتخذ دنياه مطية توصله إلى المقصد الذي يرضاه ومستقره الأخير الذي يهواه، مع الأنبياء والذين أنعم عليهم الله، فذلكم الذي لا تفيد فيه المواعظ ولا ترده العبر عن غيه وضلاله في سره ونجواه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. حلال هذه الدنيا حساب، وحرامها عقاب،
ومصيرها إلى الخراب ولا يركن إليها إلا مرتاب فقد فقد الرشد والصواب فكم من ذهاب بلا إياب وكم من حبيب قد فارق الأحباب وترك الأهل والأصحاب وصار إلى ثواب أو عقاب وأنت أيها العاقل على جمعها حريص مع ما تشاهد فيها من التنقيد فهون على نفسك أيها الخباب وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله يرزق من يشاء بغير حساب وفي الحديث الشريف لو كان لابن آدم واد من مال أو واد من ذهب لابتغى إليه ثانيا ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا تراب ويتوب الله على من تاب ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى لا بأس بجمع المال واكتساب الحلال والتمتع بالدار الفانية إذا لم يكن ذلك شاغلا عن طاعة الله والاستعداد للدار الثانية أو للدار الآخرة بل طلب المعيشة فريضة بعد الفريضة وأعظم نعمة الله على عبده بعد الإسلام هو الرزق الواسع والأمن والعافية ولكن قوما يعبدون المال ويقدسون المادة ويجدون في طلب الدرهم والدينار ولو رأوه في الهاوية لتهافتوا عليه وحاولوا الوصول إليه ولو بالخروج عن الدين والآداب السامية فلا دين ولا حياء ولا شرف ولا مروءة ولا إباء ولا طمعا في الجنة العالية ولا خوفا من جهنم الحامية فويلهم من الله يوم يقول قائلهم يا ليتها كانت الغالية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى كثيرا ما نشاهد من يتعامل بالربا ويأكل الرشا ويطفف الكيل والميزان ويخون عملاءه والإخوان لا يخاف من الله ولا يخشى ويشهد الزور ويرتكب الفجور ولو استطاع لأخذ الأكفان من القبور وكل ذلك في سبيلك يا دنيا ومن أجلك يفعل الإنسان ما يشاء فقد يثق المسلم بالمسلم ويعجبه سمته وحضوره في المساجد لصلاتي الصبح والعشاء فيطمئن إليه ويعتمد بعد الله عليه ويأمنه على نفسه وماله ثم يجده بعد ذلك حية رقشاء يخون الأمانة ويستخف بالخيانة وتلاشى عنده المروءة والديانة ويحمله حب المال على انتهاك المحارم وارتكابه الفحشاء وإذا خوفته بالله زوى عنك وجهه واستهزأ بك واستحسن من نفسه ما يخشى قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى في سبيل المال عالمنا محتال وعابدنا دجال والشاعر كذاب فيما قال والكاتب
يتزلف إلى الأغنياء والأندال ويكذب في الحقيقة والخيال، والواعظ والخطيب ينصب الشباك والجبال ينشر الشباك والحبال لإزدياد الرجال ونهب الأموال، ويقول ما ليس بفعال، والمحامي يحب إغراء العداوة بين موادنيه من نساء ورجال، ويعد موكله بالنجاح في كل حال وهو يعلم أنه لا يترك شيئا من قصده ولا ينال، والطبيب لا ينصح في البيت ولا الاستبال إلا إذا دفع المريض إليه ماله وبعث بالهدية إلى بيته في الغدو والآصال. فما أسعد الغني في هذه الأجيال، وما أكثر أضعاب الفقير وذي العيال، في زمان لا يقدس فيه إلا المادة ولا يعبد فيه إلا المال. قال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. لقد ضعف الدين وتحكم حب العاجل من قلوب الناس أجمعين، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وإذا تليت عليهم آيات الله وأحاديث النبيين قالوا أساطير الأولين وخرافات الأقدمين. وكما أنه لا دين ولا يقين، كذلك الله رحمة ولا إنسانية ولا مبالاة بالمساكين. ورب قائل يقول: إذا مت عطشانا فلا نزل القطر على العالمين، وإذا نلت قصدي وبلغت حاجتي فما لي وللآخرين من محبين ومبغضين. وأولئك الذين يقولون للمال باللسان الحال والمقال إياك نعبد وإياك نستعين، والعياذ بالله تعالى. فله يسجدون وإياه يحمدون وعليه يعتمدون ومعه لا يبالون بالقوانين ولا يعتبرون بما فات ولا يفكرون فيما هو آت مما أخبر به الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أم من حلال أو من حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. وقال أيضا: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغه من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولوالدي ولوالديكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله الملك الجليل الهادي إلى سواء السبيل، باعث الرسول ومنزل الكتاب هدى للناس وبينات من الرسول وتنزيل.
نحمده تعالى أمرنا بمكارم الأخلاق ونهانا عن الكفر والنفاق والخصام والشقاق، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بالعصمة والمبعوث بالهدى والحكمة، أشرف الناس نفسا وأعلاهم همة، يصل الرحم ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق بما لديه من كثير أو قليل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القائل: أدناكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه القاسدين وجه الله إمساكا وإنفاقا، والقائمين بالواجبات إيثارا وإملاقا، وعلى التابعين لهم بإحسان من كل أمة وجيل. عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه. عباد الله، لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا حياء له، وشر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، ومدمن الخمر والديوس وعاق والديه لا يدخلون الجنة، ولا يدخلها كذلك خب ولا بخيل. والربا 72 بابا أدناها مثل إديان الرجل أمه، والعياذ بالله تعالى. وإن أربى الربا استضالة الرجل في عرض أخيه، والحقد والنميمة في النار، ولا يجتمعان في قلب مسلم. ومن أخاف مؤمنا كان حقا على الله أن لا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة. ومن حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وليكرم ضيفه وليكرم جاره وليصل رحمه. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولا إيمان لمن لا يأمن الناس بوائقه، أي بمعنى شروره. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن تعاليم نبيكم الكريم المبعوث بأفضل التعاليم: عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ومن أتاه أخوه مترسلا فليقبل ذلك محقا كان أو مبدلا، فإن لم يفعل لم يرد علي الحول، فهذه شريعته وآدابه. وصلوا وسلموا على نبيكم الأمين المأمون الذي أمرتم بالصلاة والسلام عليه، قديما بقول الله جل ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور شمس العرفان وبدء أسرار القرآن، المنقذ العظيم والمرشد الحكيم، وخير داع إلى الصراط المستقيم، وعلى آله الأطهار والصحابة الأخيار، خصوصا على أجلهم قدرا وأرفعهم ذكرا ذوي المقام العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى الحسنين الأحسنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وأمهما الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا، وبقية أزواج نبيك المصطفى، وعلى 6 الباقين من العشرة المبشرين بالجنة دار السلام، وعلى جميع الصحابة والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا ومعهم وفيهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين، واخذل الكفرة والمشركين والملحدين والمبتدعين، وأصلح من في سلاحه صلاح للإسلام والمسلمين،
وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين وامدد بنصرك وتوفيقك وحسن تأييدك ملوك ورؤساء المسلمين وجنود المؤمنين ولم شعثنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على من خالفنا واحفظ بلادنا وأصلح أولادنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وخذ بأيدينا إلى كل خير واعصمنا من كل شر واحفظنا من كل ضير واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا ولا تسلب نعمتك عنا وكن معنا حيث كنا آمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واطلبوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.